مقابلة السوالم دخلنا في فترة تحضيرات اللي كانت فيها أهداف من الناحية البدنية من الناحية التكتيكية، وهذوما الأهداف خرجناهم من النقائص اللي ظهرت في المقابلات الأخيرة. وحطينا برنامج عمل فيه الجانب البدني، فيه الجانب التكتيكي، فيه الجانب الثاني، فيه الجانب على مستوى الانديفيدوال. الحمد لله اللاعبين متجاوبين كما يلزم، قاعدين يدربوا مليح، قاعدين يعطيوا في برشا طاقه في التمارين، ملتزمين منضبطين، حقا الحق قاعدين يعملوا في عمل كبير. وبالمناسبه هذه نشكرهم على الالتزام هذا والتضحيات اللي يقوموا بها. المقابلات الوديه عملنا زوز مقابلات كانت فيها الهدف هو باش نعطيو اكثر وقت ممكن للاعبين الكل باش يشاركوا، ثم نشوفوا لي زوبسيون الكل، لي كومبينيزون الكل مع تغيير السيستم دو جو. هذا كله باش نحاولوا نجربوه في الفتره هذه باش نجهزوا رواحنا كما يلزم لفتره بدايه ان شاء الله الشامبيونات. اكيد كل ما واحد تبع الرجاء في المرحله الاخيره يقف على الروح اللي موجوده في الفريق. اللاعبين قاعدين يقاتلوا في المقابلات، قاعدين يعطيوا في صوره جيده، عازمين باش النقطه هذه تتواصل، عازمين النقطه هذه باش تكون شعار المرحله القادمه. نلعبوا للانتصار، نلعبوا بثقافه الانتصار، نلعبوا برشا قوه، نقاتلوا على كل مقابله. اللاعبين فاهمين الشيء هذا. لاحظنا اللي كانوا خاصه على مستوى النجاح ناقصه شويه، ان شاء الله اللي كانوا الفتره هذه نستغلوها كما يلزم لتعزيز الفريق، خاصه على مستوى ليفيكاسيتي باش الفريق يحاول يستثمر الفرص الكبيره اللي قاعد تجي. واكيد كل تعزيز باش يجي في المرحله هذه، الفريق قاعد يخدم مليح متضامن. اي لاعب باش يدخل باش يلقى عائله، باش يلقى ناس عندها هدف واحد، ناس تحب تنجح. ان شاء الله الفتره هذه اللي هي اهم فتره على مستوى من الجانب العلمي زعما تكون مخدومه كما يلزم وننجحوا فيها باش وقت تبدا الامور الرسميه نكونوا جاهزين باش نلعبوا 3 مقابلات في الاسبوع، خاصه فما شامبيونز ليج جايه، فما استحقاقات عديده. وهنا الرجاء لازم يكون